طيب، انا عندي اعراض اكتئاب خفيف ومتوسط ومش قادر ان انا اروح لشخص متخصص لاي سبب، مثلا ان التكلفة غالية، او ان انا مثلا حابب ان انا احاول لوحدي الاول قبل ان انا الجا للمعالجة المتخصصة. اقدر اعمل ايه؟ اول حاجة الكتابة، ان انت تبتدي تكتب افكارك، ومثلا ان انت تكتب ايه السبب، انا ليه النهاردة حزين، ايه السبب. ان انت تكتب مثلا شعورك بالحزن ده مرتبط بشخص معين، بمكان معين، بظروف معينة. ان انت تحدد بالظبط شعورك بالحزن في اللحظة دي بسبب ايه. وان انت طبعا تكتب عموما عن حالتك النفسية في اليوم ده. يعني مثلا الصبح او ما تصحى من النوم تكتب مثلا انت حاسس بايه دلوقتي، وبالليل تكتب كمان انت حاسس ايه دلوقتي، وبتبتدي تقارن ما بين حالتك النفسية الصبح وبالليل. تاني حاجة الرياضة. الرياضة بتساعد جدا في تقليل أعراض الاكتئاب. الرياضة زي الجري، أو إن أنت عموما تروح الجيم، أو إن أنت تشغل نفسك عموما. الشعور بالفراغ، أو إن أنت كل ما تعزل نفسك أكتر كل ما الأعراض عندك هتزيد. فعشان كده إن أنت لما تخرج تعمل رياضة هيبقى عندك طاقة وهتحس إن أنت أحسن. تالت حاجة اتكلم مع الناس اللي بتحبهم، مع أهلك، مع أصحابك، مع ولاد عمك، ولاد خالك، زمايلك. عبر عن نفسك. قول لما حد يسألك انت عامل ايه ما تقولش كويس، قول انا زعلان، انا متضايق، في حاجة النهاردة مضايقاني. ابتدي ان انت تقول انت متضايق وتعبر بالتدريج عن كل احساسك. يعني مثلا ما تقولش انا متضايق، لا، تقول انا متضايق علشان النهارده اتخانقت مع حد من صحابي الصبح، او انا النهارده متضايق لان انا عندي حاجات كتير لازم اخلصها. اتكلم، فضفض. الفضفضة بتريح جدا جدا. كمان خد كفايتك من النوم. يعني كل ما هتنام كويس كل ما هتكون مرتاح اكتر. انا عارفة ان هو صعب جدا ان اللي عندهم، خصوصا ان عندهم ارق، ان هم يناموا بسرعة، لكن في حاليا انواع كتير من الاعشاب اللي بتساعد على النوم. كمان في مثلا الميلاتونين ده بيساعد جدا على النوم. ممكن ان انت تجرب الحاجات دي، وكل ما نومك ما هيتحسن كل ما حالتك المزاجية هتتحسن كمان. الاكل. الاكل مهم جدا جدا. كل ما الشخص ما ياكل اكل مش صحي كل ده ما هينعكس على حالته النفسية. في ناس كتير وخصوصا لما بتاكل كتير زيادة عن اللزوم بتبتدي تحس ان هي مش راضية عن شكلها. طبعا كل واحد لازم يكون راضي عن شكله زي ما هو، لكن لما يحصل اختلاف مفاجئ في شكلك وانت مش راضي عنه دي حاجة تانية خالص. نظام اكلك، تتجنب الاكل الانفعالي، تتجنب الاكل اللي كله دهون وسكريات ودقيق ابيض. وكل ما هتنظم اكلك اكتر كل ما هتكون حالتك المزاجية احسن، وكل ما هتكون متقبل نفسك اكتر، وكل ما هتحس ان انت خفيف وان انت مرتاح. طيب، نقطة مهمة جدا كمان التأمل. التأمل ان انت تفكر. والاسلام بيقول، او القرآن عموما بيدعي الناس ان هم يفكروا وتفكروا. فعشان كده التأمل هيكون مفيد جدا، لان انت هتفكر وتشوف ايه هي الاسباب، او ايه هي الحاجات المرتبطة بحالتي دلوقتي. كل ما هتفكر اكتر، وكل طبعا ما هتكتب افكارك كل ما هتحس ان انت احسن. هتحس ان افكارك اتنظمت، هتحس ان مفيش فوضى في دماغك. هتلاقي حلول لمشاكل كتير عندك، وهتلاقي اسباب كتير لمشاكلك. واي مشكلة علشان تحلها لازم تعرف اسبابها، مفيش اي حل بيجي من غير ما تعرف ايه هو السبب. فعشان كده التأمل مهم جدا. طبعا مهم جدا كمان تمارين اليوجا والاسترخاء، لان هي بتساعد جسمك ان هو يسترخي، بتساعد العضلات ان هي تسترخي. وعن طريقها كمان بتتعلم ازاي ان انت تنظم نفسك مع حركتك. وطبعا مع الوقت هتحس ان انت احسن، ان انت مسترخي اكتر، ان انت مرتاح اكتر. كمان تمارين التنفس، وفي تمارين كتير ممكن ان انت تقدر تعملها. لكن للأسف النهاردة مش هقدر ان انا اتكلم عنها بالتفصيل، لكن اكيد في الفيديوهات الجاية.
لكن في تمرين ممكن ان انت تقدر تعمله هيساعدك برضو، وهو ان انت تتنفس من الانف، وان انت تحبس نفسك لدقايق معينة، وان انت تخرجه مرة واحدة من الفم زي دلوقتي. وان انت تكرره طبعا، ان انت تحبس نفسك ل5 ثواني، وان انت تكرره اكتر من مرة. ده هيساعدك ان انت تهدى، وان هو هيساعدك كمان ان انت تسترخى اكتر، وممكن يساعدك ان انت تقدر تنام. وده طبعا بينعكس على حالتك النفسية عموما. طيب لو انت ما حسيتش ان في اي تأثير، وان الاعراض لسه موجودة، وان انت مش قادر تكمل حياتك، وان الاعراض كمان ممكن تكون بتزيد، يبقى لازم معالجة متخصصة، وان انت تقدر تروح لشخص متخصص، طبيب نفسي، معالج نفسي، مستشار نفسي. ممكن كمان تجرب لايف كوتش، مش مشكلة خالص. بس اهم حاجة ان انت تبتدي خطوة في اتجاه المعالجة المتخصصة. طبعا لو عندك اعراض اكتئاب شديد لازم تروح لدكتور نفسي، لو عندك اعراض انتحارية او ذهانية لازم دكتور نفسي. على الرغم ان علميا الستات معرضين اكتر ان هم يصابوا بالاكتئاب بسبب التغيرات الهرمونية وتغيرات الجسم المستمرة عندهم، لكن في مجتمعات كتير اللي فيها الرجال مش هيعبروا عن نفسهم، ومثلا مش مسموح لهم ان هم يعيطهم او ان هم يبينوا ضعفهم، بيكون الرجاله معرضين بنسبه كبيره للاصابه بالاكتئاب. طيب اعمل ايه او اتصرف ازاي لو انا عندي شخص اعرفه وعنده اعراض اكتئاب؟ ازاي اقدر اساعده؟ اول حاجه مهم جدا ان انت تسمعه وتفهم حالته وما تصدرش احكام عليه. ان هو مثلا تجرب ان انت تعرض عليه ان انت تروح معاه لشخص متخصص، او ان انت تساعده ان هو يدور على شخص متخصص. ان انت تحاول ان انت تساعده ان هو ينظم حياته من جديد، يعني مثلا تعرض عليه ان انت تشتري له، تروح السوبر ماركت تشتري معاه حاجات، ان انت تنظم مع البيت، ان انت تقدم له الدعم، ان انت موجود، ان هو يحس ان هو مش لوحده. الدعم والاهتمام اللي بتقدمه للشخص المكتئب هو أكتر حاجة ممكن تساعده في الفترة الأولى. طبعا المساعدة المتخصصة هتساعده أكتر، لكن أنت هتساعده إن هو ياخد الخطوة الأولى في اتجاه العلاج والتغيير. كده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد، مع السلامة.